أو بام، ما راح تستوعبوا، والله ما راح تستوعبوا. والله كل اللي سمعتوا في حياتكم عن الشيعكم وهذا الكلامكم، وبجيب لكم قصة هذا بعد قصة هذا. اسمعوا. يعني أنا وقتها ما تحملت، يعني وقتها فعلا تمرضت صراحة لما سمعتها إنه مريضة متوفاة. تم الاعتداء عليها. دفع؟ لا، من قبل مستشفى. طبيب؟ جثة. نعم. يعني بالطب العادي، نعم، من نعم. الطبيب او من بمستشفى. تشخيص. بمستشفى. المستشفى بيها الزين والمو زين، مو صحيح؟ احنا نشخص الاسماء بمسمياتها. مثلا اقول احنا ليش نظلم الاطباء؟ ليش ما نظلم احنا ما المسلمين؟ نظلم. انا راح اعطيك الوقت الكافي للتعقيب، لكن اريد الحادثه تروى كما هي. نعم، هذا ما وصلني حقيقة، وكان الموضوع مؤلم جدا فقي. يعني أنا أتكلم فقي، أنا عراقية إلى النخاع. ما أتحمل هذا الشيء، لأن إحنا نحمل على جثة نعم. تغتصب داخل مستشفى. نعم. ميتة، حرمة الميت وين؟ نعم. ولدرجة أنه الناس اللي شافوا هذا الشيء تركوا العمل، يعني تركوا، ما تحملوا وما يقدرون يحجون، لأنه يقول لك إحنا نتعرض للتهديد العشائري وكذا وكذا وكثير تفاصيل، فتركوا الموضوع لين ما تحملوا. ما يتحملوا. هذول جبناء. انتم بتستوعبوا هذا الفكر الشيعي. من يعرف هذا ام فهد، وهذا برضو ام فهد، هذه كانت مشهورة عراقية شيعية. تخيلوا يا جماعة، تم اغتيالها، بعدين شرحوا جثتها وهي ميتة، عملوا فيها، والصورة انتشرت. أنا مش مستوعب، أقسم بالله العظيم. هذا هو التشيع. حالات كثيرة في قحبلة والنجاف يجيبوا من هؤلاء. شافوا أنا ما أقدرش أتكلم. أنا ما أقدرش أتكلم والله العظيم. ما أنا نفسيتي تعبانة، أنا ما أقدرش أتكلم والله. الشيء راح أعبر. تخيلوا يا جماعة، جثة يغتصبوها، هذا عندهم في النجاف في قحبلة. شوفوا هذا برضو كم يا حالات تبادل زوجات فعلوها، شذوذ، محارم، وكل الأشياء القبيحة فعلوها. هذا الفكر الشيعي. شفتوا الفكر الشيطاني؟ هذا هو. الله يهلككم. لازم نهد قحبلة والنجاف. وقربت جثة يغتصبوها، وكم يا جثث. مستشفيات، دكاترة الشيعة. يا رب يجي برق قصني نصين. والله أنا ما أتحمل شيعة ولا عيال العرب. ما خليتوش مجال لإبليس. عليكم غضب الله. الله يلعن ال 12 حمار والسكستاني ومذهبكم الشيطاني اللي كله دياث وشذوذ ومحنة ورث وتشويه دين. لن تستطيعوا يا عيال الشرموطة. أنا منكم ميتاكم على